أسألكم سؤال، أيهما أسهل، فتح المصحف ولا فتح التلفون؟ أيهما أكثر استخداما، التلفون ولا القرآن؟ مش إجابة، بس كل واحد راجع نفسه. إذا التلفون بتستخدمه أكثر، فنصيحتي أنك توصي عندما تموت أنهم يدفنوا التلفون معك على أساس يحاجج معك. إذا جاءك منكر ونكير التلفون في يدك، إذا جاءت يوم القيامة التلفون في يدك. ايش رايكم بقى، يخارجنا ولا يحنبنا؟ التلفون يخارج ولا يحنب؟ يحنب. ان ضبحته فتحت التلفون، وان فرحته فتحت التلفون، وان قد بات نام فتحت التلفون، وان قمت الصبح فتحت التلفون، وانك منتظر ناس فتحت التلفون، وانك بعد تخرج من البيت فتحت التلفون. والاصل نفتح ايش؟ القرآن. طيب احنا بندعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل التلفون ربيع قلوبنا. ولا إيش؟ أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. إيش معنى ربيع قلوبنا؟ يعني أحلى شيء في الوجود أنك تفتح المصحف. الصحابة رضوان الله عليهم الذي فتحوا المشرق والمغرب، وإحنا اليوم